السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. انا عملته معاكم قبل كده من فترة طويلة، كان بريوش الحمامة، بس كانت طريقة مختلفة شوية. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوه. بجد طعمه تحفة، ريحة جميلة جدا جدا. عايزة اقول لكم الاطفال بتحب الحاجات دي جدا، هي شكل الحمامة بالظبط. عاملين مع بعض اللي هي حمامة واحدة وفي حمامتين كده مع بعض، شكلها حلو قوي قوي قوي، وبتعجب الاطفال جدا الحاجات دي، وهشة وطرية وجميلة. ندخل بقى مع بعض في الخطوات ونشوف المكونات اللي معانا ايه، ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا عندي دول 3 كوبايات دقيق منخول، عليه معلقه صغيره ملح، ربع كوبايه زبده او زيت المتوفر عندك اللي انت حباه حطيه، عندي كوبايه حليب دافي، كيس خميره فوريه، عندي فانيليا عشان البيض طبعا، واربع معالق سكر. ما تخافيش خالص من السكر على فكره، مش بيدي تحليه قوي للمعجنات بتاعتي، بس بيخلي لونها حلو جدا على فكره. وعندي طبيات بيضه، وعندي هنا صفار بيضه كده، ده للوش بتاع العجين بتاعي. بس هضربه بمعلقتين لبن واسيبه على جنب عشان ما ينشفش معايا، وهنعجن بقى المكونات مع بعض ونشوف هنعمل ايه. مع بعض. انا عندي هنا كوبايه حليب ضفتها كده في العلبه بتاعتي او الحله بتاعتي. هضيف عليها الخميره والسكر كده بالشكل ده، دوبها كويس جدا. وكده دوبت المكونات بتاعتي بالشكل ده. هضيف بياض البيضه كده، وطبعا هضيف عليه الفانيليا. كده بالشكل ده. هضرب كل المكونات بتاعتي مع بعضها واضيف عليهم السمنه او الزبده كده بالطريقه دي. ندمج بس كل المكونات مع بعض كويس جدا. وكده خلاص يا حبايبي، دمجت كل المكونات بتاعتي بالشكل ده. نبتدي نضيف الدقيق بتاعنا. عايزه بس يا حبايبي اقول لكم على حاجه، لو انتوا حابين تاكلوا المعجنات دي مسكره معايا، مش هنضيف الملح معايا، هنضيف ذره ملح صغيره جدا. لكن لو انت حابه تاكليها حادقه هتضيفي معلقه صغيره ملح. تمام كده. انا هشيل شويه من الملح بتاعي عشان هم عايزينها مسكره شويه، عايزينها بالعسل او مربى وكده، وهوريكم هنعمل ايه. انا كده شلت جزء من الملح بتاعي كده بالشكل ده. اقلب بس المكونات كلها كويس جدا، وابتدي ادمج بقى المكونات كلها على بعضها كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا قبل كده، ما نتفقش الدقيق كله مره واحده، نضيف شويه بشويه كده ونقلب ونشوف هتحتاج معانا ايه. كده بالطريقه دي. كل الحكايه ان انا محتاجه الم كل العجين في بعضه كده. تمام كده. هلم العجينه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. وكده يا حبايبي خلاص انا لميت العجينه بتاعتي بالشكل ده. انا فاضل معايا حوالي معلقتين 2 دقيق بس كده بالشكل ده. طبعا بيرجع على حسب نوع الدقيق بيشرب بتاعك السوائل ازاي. بص العجينه بتاعتي ما شاء الله، بص كده اهي. شايفين كده شكلها عامل ازاي؟ تبقى طريه ومش بتلزق برضو، يعني برضو في نفس الوقت مش ناشفه قوي، ما تبقاش يابسه معايا عشان ما تبقاش ناشفه من جوه مكتومه. بس هضيف عليها رشه زيت صغيره جدا واغطيها بالاسترتش لاب واسيبها بقى في اي مكان دافي تهدى معايا شويه، ونرجع نشوف شكلها. ونسمي الله يا حبايبي ونشوف هنعمل البريوش بتاعنا ازاي. انا عندي العجينه خمرت، قطعتها كده كده بالشكل ده. نبتدي نسمي الله كده، نفردها بالطريقه دي. العجينه ما شاء الله طريه جدا معايا وسلسه جدا. نرفع بس سنه كده عشان ما تبقاش صغيره معايا. هبتدي اخد بقى العجينه بتاعتي كده بالشكل ده، شايفين شكلها كده اهي. الفها كده بالراحه كده، ادخلها كده معايا من جوه كده بالشكل ده اهي. نبتدي نشكل الراس بتاعتها كده عشان نعمل راس الحمام كده بالشكل ده. شايفين شكلها كده؟ نضغط عليها هنا كده. عندي شوكه كده امسكها في الديل بتاعها كده بالطريقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين كده شكلها؟ عايزه بقى تحط لها عينين طبعا عشان يبقى شكل الحمامه بالظبط. بتحط لها بقى لو عندك قرنفل عيدان قرنفل حطيها، لو عندك شوكولاته شوكليت شيبس كده او كريسبي شوكولاته ممكن تحطيها برضو. نبتدي نمسكها كده بالراحه بالشكل ده. دي عندي هي شوكولاته شوكليت شيبس او كريسبي. احط العين كده بالشكل ده واضغط عليها كويس من ناحيتين كده عشان تبقى ايه، متماسكه معايا. شايفين شكلها كده؟ نبتدي نفرد كده العجينه بتاعتنا بالطريقه دي. كده طبعا في ايدك تكبري او تصغري زي ما انت عايزه.
ونعمل معانا شكل تاني كده بالشكل ده. انا عندي فردت اتنين كده اعملها على حرف اليو كده، شايفين كده شكلها. احط التانية قصاد منها كده كده، والفها وادخلها معايا من جوه كده بالطريقه دي. هتطلع معايا حمامتين كده او 2 حمام. تمام كده. طبعا بنعدل بقى الراس بتاعتها هنا بتاعت الحمام، نفردها كده كويس، ونرفع كده البق بتاعها كده بالشكل ده، نضغط عليه من هنا كده كده. بحاول اقرب لكم الشكل كده عشان تشوفوا نضيف بقى الشوكولاته بتاعتنا كده بالشكل ده من هنا كده. نضغط عليها كده كويس من جنبين. دي طلعت عندي شكل حمامتين. عايزه اقول لكم الاولاد بيحبوا جدا الحاجات دي، حتى الحاجات اللي مش بياكلوها لو احنا شكلناها لهم كده بالطريقه دي هتبقى حلوه جدا وهتعجبهم. ابتدي اضيف بقى دي عندي كده بالشوكه كده، شايفين كده شكلها. نركز بس على البوز ده كده، نرفعه شويه لان هي لما بتستوي بتتنفخ تاني. تمام كده. بس اكمل بقى بقيه الكميه بتاعتي وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. انا حبيت اديها هنا كده شكل بالشكل ده. اسفه على الصوت معلش. ضغطت كده بالشوكه ضغطات خفيفه جدا عشان تدي بس شكل مائيه شويه، شايفين كده. نعمل كمان واحده معانا كده بالشكل ده زي ما اتفقنا كده، بنعملها على حرف اليو كده بالطريقه دي، واخد التانية قصاد منها كده، اسيب بس مسافه صغيره هنا ادخل العجين بتاعي كده بالراحه جدا وسهله جدا، ما بتاخدش وقت اصلا، وشكلها بيبقى حلو قوي قوي يعني. لو انت حسيتي انها طويله من هنا قصي منها، مفيش اي مشكله. هسيبه بس الشكل بتاعي كده. انا سويت الشكل بتاعي كده بالشكل ده. ابتدي اضيف الشوكولاته بتاعتنا، شايفين كده. اضيف كمان الشوكولاته بتاعت العين التانية زي ما اتفقنا. نعمل لها بوز كده شويه، نضغط على الحته دي كده بايدينا عشان تبقى مفروده معايا كده، وبرضه هنعملها بنفس الطريقه بالشوكه كده. شايفين شكلها ما شاء الله تحفه بجد، وشكلها رائع فعلا. ريحه العجينه كمان جميله جدا اهي كده بالشكل ده كده. انا هكمل بقى الكميه بتاعتي كده وارجع لكم اهو. زي ما اتفقنا كده نعملها كده، نروح ندخليها كده بالراحه بكل سهوله اهي كده. كده شكلها معايا بقى. اكمل بقيه الكميه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. المهم عرفنا الفكره ازاي. خلاص خلصت البريوش بتاعي كده بالشكل ده. هبتدي بقى اجيب الصفار البيض بتاعي، اضيف عليه معلقتين لبن، واضيف عليه رشه نسكافيه صغيره جدا، نسكافيه سريع الذوبان، وادهن الوش بتاعه. ادخلها الفرن. طبعا انا سبتها 10 دقايق ترتاح وبعد كده ندهنها. كده الخليط بتاعي اللي هدهن بيه من رشه النسكافيه كده رشه صغيره جدا، واقلبها بالشكل ده. لو انت في الخطوه دي حابه تضيفي فانيليا ضيفي براحتك، مفيش مشاكل. هاخد بقى الوش بتاعي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه خالص بس عشان ما انزلش الوش بتاع الحمامه بتاعي كده. حاول بقى ما نحركوش عشان هي طبعا خمرانه كده بالشكل ده. وكده حبايبي خلاص انا دهنت الوش بتاعي كده بالشكل ده. طبعا الفرن لازم يكون سخن. ادخلها بقى فرن سخن ونرجع نشوف شكلها. خلاص حبايبي الكميه بتاعتي كده خلصت معايا بالشكل ده. شايفين شكلها تحفه بجد. لو انتوا بقى حابين تلمعوها بمربى او بعسل اي حاجه زي ما انتوا حابين اعملوها. بس هشوف بقى نقدمها ونشوف شكلها مع بعض. الوش بتاعي لما بيطلع بنرشه ببخه ميه بس بالبخاخه كده. البخاخه طبعا تكون دي مخصصه للاكل. نبخه ونغطيه بس ونسيبه يطري معايا شويه ونرجع بقى نشوف شكله. كده حبايبي هبدا ادهن البريوش بتاعي. انا عندي دي معلقتين مربى فراوله وحط عليهم شربات بتاع كنافه، معلقه صغيره بس كده. لو انت عندك عسل ابيض وحابه تضيفيه ماشي، حابه تسيبيها زي ما هي كده من غير حاجه خالص برده شغاله، مفيش اي مشكله. هي بصراحه كده بتديها لمعه وبتديها طعم حلو جدا. بس شكلها كده، شايفين شكلها عامل ازاي كده بالشكل ده. هكمل بقى بقيه الكميه ده هنا كلها كده وارجع لكم اوريكم شكلها.